السلام عليكم. قصة اليوم حدثت في أواخر التسعينيات في مدينة جدة، في مدينة التي لا تنام، حيث تختلط الأرواح بالعابرين وتضع الوجوه في زحام الشوارع. كان هناك رجل لا يشبه غيره من البشر، رجل جاء من الظل يحمل سكينا وهدفا شيطانيا. هذا ليس فيلم رعب، بل قصة حقيقية، قصة علي الجمال، السفاح اليمني، القاتل المتسلسل الذي أرعب مدينة جدة وترك خلفه جثثا بلا أسماء ودماء بلا شهود. في أواخر التسعينيات كانت جدة مدينة تعج بالحياة، عمالة وافدة من كل الجنسيات وفرص عمل ونشاط لا يهدأ. لكن في قلب هذا الزحام دخل رجل من الحدود الجنوبية بطريقة غير نظامية. علي الجمال، اسم لم يعرف آنذاك، لكنه سيصبح لاحقا كابوسا في ملفات الشرطة. كان علي الجمال يعيش في الأحياء العشوائية، يبحث عن ضحاياه كما يبحث المفترس عن فريسته. يستهدف عمالا فقراء، غرباء بلا وثائق، بلا أهل، بلا أصدقاء، بلا أحد. كان يعدهم بفرص عمل أو مكان للمبيت أو حتى طعام، ثم يقودهم إلى أطراف المدينة، وهناك كان الصمت يتجول والحياة تتحول إلى جريمة. الضحية الأولى عامل آسيوي في ورشة عمل سيارات، اختفى فجأة. ثم الثانية كهربائي باكستاني وجد مقتولا في منطقة نائية. وثم الثالثة وثم الرابعة، 8 ضحايا على الأقل بنفس الأسلوب. استدرج، ثم بطعنات في الصدر أو الرقبة، وسرقة بسيطة لمبالغ مالية قليلة. لكن الدافع الحقيقي لم يكن المال فقط. التحقيقات اللاحقة ستكشف على أن علي كان يجد متعة غريبة في القتل، لذة السيطرة ونشوة الإفلات من العقاب. ومع مرور الوقت بدأت الشرطة تلاحظ نمط الجرائم. الضحايا جميعهم من عمالة مهمشة، والجرائم تقع في مناطق بعيدة عن أعين المراقبة. لكن شيئا فشيئا تشكل ملف واحد، وتم تشكيل فريق سري لمتابعة أمر واحد، ألا وهو القبض على القاتل المتسلسل. رجال البحث الجنائي بدأوا يربطون النقاط: منطقة الجثث، أوقات الجرائم، حتى وصف عام لشخص شوهد مع أحد الضحايا. وبينما كان القاتل يخطط لضحاياه القادمين، وقع خطأ صغير، وهو الخطأ الذي أدى إلى الإمساك به. عامل أفريقي كان يسير مع علي ليستدرجه علي كباقي الضحايا، ولكن هذا العامل شعر بشيء غريب، رفض الذهاب معه وأبلغ الشرطة. ومن هنا بدأت التحقيقات، وتم الإبلاغ، وتم الوصف الدقيق لهذا الشخص، والمكان معروف، حيث كان الوصف مطابق تماما لما هو في السجلات. وخلال أيام، وبعد أن تم وضع خطة محكمة للقبض على هذا القاتل، تم القبض على علي الجمال، وفي حوزته سكين ومبالغ نقدية مسروقة. في التحقيق أنكر، ثم انهار بعد ذلك واعترف بكل شيء، وقال: كنت أختارهم بعناية، هؤلاء لا أحد يسأل عنهم، لماذا لا أستفيد؟ كلماته كانت أبرد من الجريمة نفسها. في محاكمته لم يبدي أي ندم، بل وأصر أن ما فعله كان لنفسه فقط ولجمع المال. وتم الحكم عليه بالقصاص، وتم تنفيذ هذا الحكم في جدة أمام جمع من الناس. وهكذا انتهت قصة السفاح. لكن بقيت الأسئلة: كم من ضحية أخرى لم يعثر عليها؟ وكم من مجرم يشبه علي يعيش في الظل حتى اللحظة؟ ليست كل الجرائم تحدث في الظلام،
بعضها يحدث أمام أعيننا ولكن لا نراها. كانت هذه تحقيق في ملف السفاح اليمني علي الجمال. الرجاء الاشتراك بالقناة لمتابعة كل جديد من ملفات الجرائم الحقيقية والقصة الكاملة.